قبل ما تشوف الفيديو صعب أوي إنك تكمل، علشان 85% عندهم تعفن دماغ. عمرك صحيت من النوم، مسكت الموبايل فتحت تيك توك، وفجأة لقيت ساعتين عدوا؟ انت اصلا قدام فيديوهات قصيرة، ضحك، حزن، رقص، وفجأة قفلت التليفون لقيت ان مخك فاضي. ازيك يا عبقري؟ انا قعدت كتير قوي عشان اعمل الفيديو ده، والنهاردة انا جاي اديك الخلاصة. التعفن بيخليك مش مركز، او اي حاجة ربع ساعة ما بتكملهاش، او يخليك تستصعب التفكير، او اي حاجة انت ممكن تشوفها تعملها في اتنين. معظم الناس دلوقتي عندها البرين روت، ولو ما فهمتش ايه اللي بيحصل جوه مخك انت هتخسر اللي بيميزك. ده مش كلامي، تعفن الدماغ اتكلمت عليه ويكيبيديا، وكمان مصطلح اعتمدته اكسفورد سنة 2024. وتعريف تعفن الدماغ في اكسفورد هو تدهور في الحالة الذهنية أو الفكرية للشخص نتيجة التفاهة المفرطة اللي بيتفرج عليها. والسوشيال ميديا بتخلي دماغك تخش في حالة اسمها اوفر سيميليشن، اللي هي التحفيز المفرط للدماغ، فبتخلي دماغك تتدهور. مخك فيه مادة اسمها دوبامين، اللي هي مادة المكافأة. زمان كنت تتعب وتنجح تفرز دوبامين، لكن دلوقتي تسكرول السوشيال ميديا تفرز برضو دوبامين. بس علشان الدوبامين بتاع السوشيال ميديا رخيص ومدته قصيرة، فدماغك بتطلبه تاني وتاني وتاني، فبيتحول لإدمان. فمفهوم انك تتعب عشان تاخد دوبامين، المفهوم ده اتلغى. ما انت ممكن تاخد دوبامين ببلاش. يعني انا كده خلاص مخي عفن؟ لا، انا جاي اديك الحل. بنفس الطريقة اللي مخك عفن، انت تمشي عكس الاتجاه وتعوده على الدوبامين الغالي. احسن حاجة تعملها انك تراقب افعالك، زي تطبيقات السكرين تايم اللي هي بتراقب بيه وقتك على التليفون، زي تطبيق اكشن داش. وكمان لازم تتابع الناس اللي تفيدك. ودي النهاية، لو كملتها يبقى انت قربت لمشوارك ولسه مخك صاحي. وبس كده يا عبقري، خليك فهمان. سلام.